أنا عندي سؤال. تقف جنب حد وبعد كده تمشي، ولا تقف وتكمل، ولا تقف نص نص؟ انتوا فاهميني قصدي ايه؟ يعني في موقف صعب قوي، المهم انت وقفت واتكلمت وعملت. وفي ناس بتقف معاك شوية والدنيا بتلهيها، وفي ناس بتكمل معاك. دايما اللي بيبقى مكمل معاك ده في وجهة نظر أي بني آدم اللي هو صح، اللي هو وقف جنبك وكمل معاك وحس بكل رحلتك، المعاناة مثلا اللي انت كنت فيها او اللي انت كنت تعبان فيها. هو ده صح؟ ولا اللي اداك مكالمة وقالك ألف سلامة عليك وتمام؟ ما كلهم صح من وجهة نظري. اللي اتكلم واللي وقف معاك نص نص واللي كمل. انت تعمل ايه بقى في المواقف دي؟ هتردها بنفس الطريقة، ولا تردها بطريقتك اللي انت اتربيت عليها، ولا تردها ازاي؟ انا عن نفسي بردها اللي بيرضي ضميري وبيرضي ربنا في أول كل حاجة. مش مهم رأي الناس. في أوقات كتيرة أنت بقى رايح تعمل حاجة لحد، وفي حاجات توقفك. حصل لك ظرف أي حاجة. أوقات كتيرة بنلتمس الأعذار لغيرنا، بس ما بتلمسهاش لنفسنا. عايزة الإجابة بسرعة، ده صح ولا غلط؟